السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا من جديد في قناتي سالي's كيتشن. النهاردة بقى هنعمل بيتزا الجلاش وبالطريقة الهايلة دي والشكل الراقي ده على شكل وردة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي، وسهلة وبسيطة وتنفع في المناسبات وكمان في اللانش بوكس. تعالوا نشوف الوصفة، وقبل ما أبدأ مكوناتي ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم بكل جديد. تعالوا معايا على طول على الوصفة ونشوف طريقتها. في البداية احتجت لوصفتي النهاردة ورقة جلاش. طبعا أنا استخدمت السلام لأنه نوع حلو جدا، سواء حلو أو حادق بيكون هايل معايا في الوصفة. هبدأ بقى أفك كده الورقة بتاعتي وأفردها على الكيس بتاعها، وكمان هخليها نصين زي ما هي. المهم أظبط الورق كويس جدا عشان أعرف أقطعه. بسكينة البيتزا هنبدأ بقى إن احنا نقسمهم نصين، وبعدين نحطهم فوق بعض، وبعد كده هنقسمهم لمربعات. هنقسم كده 3 مربعات ونحط كمان الطبقات دي على بعض، وهنلف عليهم الكيس أو ستريت راب عشان يفضلوا زي ما هما ما ينشفوش ويتكسروا مني، ونركنهم على جنب. وتعالوا بقى هناخد قطعتين كده من الجبن الرومي اللي مركونين في التلاجة بقالهم زمن، وهنبدأ بقى إن احنا نقطعهم كده صوابع، وهنستغلهم معايا في الوصفة. بجد هيعملوا تيست عالي جدا مع الموتزاريلا. كده قطعتهم مكعبات وفتفتهم كويس، وهضيفهم على كوباية كبيرة من الموتزاريلا أو كوباية ونص، طبعا اختياري، بس الجبنة الرومي هتعلي معايا التيست جدا. وطبقتين أو شريحتين من اللانشون، أي لانشون تفضلوه. هنبدأ إن احنا نقطعه الأصابع، وبعد كده هنرله ونقطعه قطع ونفتفته بنفس طريقة الجبنة الرومي. هنخلص كل التقطيع ده، وكمان هنضيفهم على الجبنة عشان نعمل ميكس مع اللانشون والجبنة هايل جدا. ومش بس كده، تعالوا كمان ناخد فلفلاية رومي ونقطعها كده أصابع، وبعد كده مكعبات عشان نبدأ برضو نضيفهم على الجبنة. كل ده أنا بعمل ميكس، أو تقدروا تقولوا سلطة كده أو حشوة، زي ما تسموها سموها. المهم هيكون شكلها حلو جدا وطعمها رائع، لأنه طبعا المكونات كلها مع بعضها بتتقلب، فبتعلي التيست جدا. كده قلبت ال4 مكونات على بعض علشان أبدأ أعمل بيهم الحشوة. وبعد كده تعالوا بقى نعمل الصلصة. أخدت 3 معالق كبار من الصلصة، وبعد كده ضفت لها معلقة بصل بودر، معلقة توم بودر، معلقة زعتر، وطبعا معالق صغيرة، وكمان نص معلقة فلفل أسمر. وبعد كده هنقلب المكونات كويس جدا مع بعض. وتعالوا بقى نجهز القالب اللي احنا هنعمل فيه البيتزا. واخترت النهاردة قالب الكب كيك عشان نعمل شكل الوردة. هنبدأ بقى ان احنا ندهنه كده بسمنة. طبعا انا اخدت نص كوباية من السمنة السايحة، وبدأت ان انا ادهن كده القوالب كويس قوي علشان البيتزا ما تلزقش فيها. هدهن كل القوالب اللي موجودة عندي، وبعد كده اخدت ال3 ورقات من المربعات اللي احنا قطعناهم وحطيناهم في القالب، وكمان 3 كمان زيهم الناحية التانية، ورشة سمنة كده بالفرشة. وبعد كده أخدت 4 طبقات وطبقتهم وحطيتهم كمان على الجلاش اللي حطيناه في الأول، وشوية بقى من السمنة على الوش. ونفس الكلام في القالب التاني، حطيت كده 6 طبقات، يعني 6 ورقات، 3 و3 عكس بعض. وبعد كده هنطبق الشكل ده زي تطبيقة المنديل بالظبط، وكمان مرة هنحط على وشها سمنة بالطريقة دي كلها بالفرشة. وهنكمل كل القوالب اللي موجودة عندي، وهو ده شكلها. وبكده خلاص طبقات الجلاش بقت جاهزة جدا لاستقبال الحشوة. ما تنسوش في الخطوة دي كنت مولعة الفرن على درجة حرارة 200 علشان تستقبل بيتزا الجلاش. حطيت بقى كده رشة أو دهنة على الوش من أطراف الورد بتاعي علشان تتحمر، وكمان يكون شكلها دهبي وهايل. وبعد كده بقى هجيب الصلصة اللي عملناها من شوية، واحط كده معلقة صغيرة على الطبقات بتاعة الجلاش دي، واحاول ان انا اوزعها كده في النص كويس قوي. هخلص كل كمية الصلصة على الورد بتاعي، وبعد كده هضيف عليه الحشوة بالطريقة دي. طبعا الحشوة دي مثلا معلقة كبيرة،
وعلى قد ما تقدروا وزعوا كل الحشوة اللي احنا عملناها على الورد، وضفت عليهم بقى شرايح الزيتون المخلي على الوش عشان تكون بيتزا. وبعد كده هدخلها على الصاج يعني في أسفل الفرن لمدة تقريبا 5 دقايق. وهنجهز بقى بعد كده الجوس أو الحاجة اللي احنا هنحطها لها علشان تكون طرية شوية. بيضاية وبعد كده نص معلقة صغيرة من الملح مش مليانة، وكمان رشة فلفل أو ربع معلقة فلفل صغيرة. وهنقلب البيضاية دي كاملة ونحطها في كوباية، وبعد كده هنضيف عليها كوباية من اللبن. طبعا الكوباية عندي كانت كبيرة، ولكن المعيار بتاعنا هيكون مج الشاي العادي، لكن انا حطيتها في كوباية كبيرة عشان اعرف اقلب المكونات كويس جدا. لازم اتأكد ان البيضة دابت جوه اللبن. وفي الخطوة دي طلعت بقى ورد البيتزا اللي عندي بعد 5 دقايق من الفرن. بصوا ازاي الاطراف بدأت تكون ذهبية. هنبدأ بقى ان احنا نحط معلقة 2 3 على حسب ما تبدأ الوردة تستقبل الجوس او السائل اللي موجود عندي ده، وهنوزع بالراحة كده على الورد علشان يبدأ يتغلغل كده في وسط الطبقات ويدخل جواها ويكون تمام. وزعت كده كوباية اللبن مع البيضة على وش البيتزا ودخلتهم الفرن كمان 10 دقايق، وهو ده شكله. بجد شكله حلو قوي. حاجة جديدة نقدر نعملها، ممتازة. شوفوا ازاي شكلها، وكمان التسوية هايلة جدا، ذهبية من تحت قوي. وتعالوا بقى اوريلكوا واحدة واحدة لو حابين نطلعها بالراحة بالسكينة هتطلع معاكم. المهم منوصلش السكينة لقلب الكيك عشان ما يبوظش مننا. وادي وردتي الجميلة وشكل البيتزا رائع وحاجة جديدة، وكمان استوت صح. تقدروا تعملوها في اي وقت زي ما قلتلكوا كمان في اللانش بوكس. بصوا ازاي الشكل وازاي الطراوة وازاي المطة، بجد حاجة كده عظمة ومن الآخر بجد رائعة. تقدروا بقى تزودوا الجبنة على قد ما تقدروا، مفيش مشكلة. حاجة كده راقية. هي دي كانت وصفتي النهاردة، وأتمنى يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم. ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودلوقتي بس أقدر أقول لكم لمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سيلي's كيتشن. بالهنا والشفا. باي باي.